طبعا بت وتخابر ورا 12 بالليل بالتليفون وتقول للرجال شلونك عيني، عينك انفكست، عينك منو هذا عينك؟ زوجيك، اخوك، ابن عمك، صديقك؟ لا والله رجل غريب، شلونك عيني، شلون صحتك، شلون احوالك، شكو ماكو. وهاي هاي شو تسوي؟ هاي بول كلمه. وهاي بعد التشجيعات من قبل الشركات، شركات الموبايلات تسوي فرد عامل مساعد على الفساد كبير جدا، الحد حتى لا تحترم حتى الأوقات المقدسة. العام ليلة 10 من محرم تدز رسائل ومسجات واشتراكات لا أخلاقية. بعض الشركات منا الموبايل، منا البلوتوث، منا الستلايت، منا الجامعة، منا الشارع. تطلع للسوق تريد تروح تجيب لك كيلو طماطة وكيلو خيار حتى تاكلين، تتفاجأ بالفساد بالسوق، تتفاجأ بأشياء كثيرة. هيك أمور يا ناس يا عالم ما يحتاج لها علم غيب، ما يحتاج لها أنا أتكهن حتى بالله شي يصير. لا ينبينا خراب بيوتها، خراب مجتمعها، فساد عوائلها، دمار. هذا دمار، هذا عدم تربية. قبل كل احنا جيل السبعينات والحد الثمانينات إذا المعلم يطلع بالشارع نرجف نخاف، ولا يقول لنا الولد إن ضربه باكر أقول للمعلم ما ننام ليلنا. إذا باكر يشتكي عد المعلم ليلنا ما ننامه ونخاف. وإلى الآن أتذكر كنا في الصف الثالث ابتدائي يطلعنا المعلم، الله يذكره بالخير إن كان حي ويرحمه إن كان ميت، أستاذ عبد الحسين نسميه الحجي لأنه متدين في مدينة بغداد هناك. تدري انزع حذاءك يقول أجلكم الله، يباع للجوراب، يشتم الجوراب نظيف لو مو نظيف، طلع ظافرك، يدور بينا خافك وقمله، يدورنا صغيرة وكبيرة، ينخلنا نخل بحيث احنا من نروح بويه ظافرنا واحنا اطفال كل شيء ما نعرف. ملك النظافه بداخل ارواحنا واجسادنا، خلانا نحب النظافه واحنا اطفال. مو واجبه يعلمنا النظافه. خلصنا النظافه، تعال محمد، حسين، علي، كاظم، جعفر، اوقفوا صلوا، اقروا الفاتحه، اقروا التوحيد، الله اكبر. هذا الحكي بالسبعينات ويوقفنا ويباع سنوننا وصاخة أكله لا إظافرنا. بالبيت ما كانوا يراقبوننا هيك مراقبة، وهو معلم. الله يوفقه بحق هذه الليلة، بحق الزهراء يوفقه ويرحمه ويحشره مع محمد. شنو مواجبه يدور على جواريب الطفل؟ لا، اليوم المعلمة تكض الموبايل بالصف وتسولف ويا صاحبها. الله أكبر. شوف ايش قد فرق بين الحالتين، ايش قد فرق بين المنظرين، بين الصورتين. قفل المعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا. إذن مجتمع يعيش الصلاح يشوف خير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، أكلوا من بين أيديهم. يا الله يا الله.